السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كمان يا فريد ودي قناتي. هنبتدي الفيديو بتاعنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونسمي الله. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض العيش الشامي أو العيش السوري اللي احنا بنشتريه من الأفران برا. دلوقتي الرغيف تقريبا وصل ل2 جنيه، فبصراحة حرام، يعني الدنيا كلها عمالة تغلى فحرام. فأنا بصراحة لقيت ما عنديش عيش النهاردة، وأنا ولادي بيحبوا العيش اللي أنا بعمله في البيت، فقالوا لي لا اعمل لنا في البيت ما تشتريش. فهنعمل النهاردة بقى شوية عيش كده، يعني هنعمل شوية مش كتير، يعني حوالي كيلو الا ربع دقيق. يلا بينا نبتدي الفيديو. معايا هنا بقى كده ايه حوالي 6 كوبايات دقيق، 6 كوبايات دقيق. ادي واحدة، تانية، دي وقع مني كتير بس هنقص في الكوباية اللي بعدها. غباء غباء معلش. كده انا حطيتهم. انت عايز تعملي كيلو اعملي، عايز تعملي نص 4 كوبايات، النص بيبقى 4 كوبايات، اعملي. هنا معايا نص معلقة ملح ممسوحة، يعني نص معلقة كبيرة ممسوحة أو أقل، ممكن تحطي معلقة صغيرة ممسوحة، وبرضو نص معلقة سكر أو معلقة سكر ممسوحة برضو. بيكنج باودر، دي مادة رافعة أكيد طبعا. هننخلهم بقى. أنا هنا نخلتهم. هحط بقى الخميرة. أنا حطيت باكيتين لأن احنا في الشتاء والدنيا بتبقى ساقعة، عشان تخمر معايا بسرعة. ولو انت عندك الباكت الكبير، بتعبيه طبعا في علبة ولا حاجة، خدي معلقتين كبار. هقلبه بقى كده. طبعا الدقيق دوت لجميع انواع المعجنات، لكل حاجة، كيك، عجين، كحك، اي حاجة عايز تعمليها انا بعمل بيه. انا بجيب يا الصقر يا المطبخ. مية بقى فترة كده عشان احنا في الشتاء طبعا، فترة منكونش سخنة عشان الخميرة، لا باردة ولا سخنة، زي دمع العين كده. ندعك بايدينا، يلا هنعجن بايدينا بقى كده. طبعا انتوا عارفين ان انا عندي مشكلة في ايديا، اللي كانوا متابعيني من زمان. وجبت عجان بسبب كده، بس برضو عارفين ان انا بحب وبعشق اني اعجن بايدي قوي، يعني بحس بمتعة كده. يعني بعدين الواحدة مننا لما بتعجن بتحس بالعجينة، تحسي بيها اذا كانت نعمت منها، زودتي مية قللتي مية، يعني محتاجة حاجة بتحسي بايديكي. لا فيها متعة جميلة قوي يعني. فانا بصراحة المرة دي لقيتهم حبة صغيرين، يعني مش هعجن كتير، فقلت اجرب كده. ايدي وجعتني شوية يعني، بس الحمد لله الحمد لله على كل شيء. يا ربنا يدينا الصحة يا رب جميعا كده، وما يحرمش حد من صحته ابدا يا رب. تنسوش الصلاة بقى، الصلاة على رسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. وادعوا لولادكم دايما يا جماعة، وادعوا وترحموا على امواتنا، هما محتاجين منا الدعاء قوي وبيفرحوا بيه جدا. كل واحد يدعي لأي حد غالي عنده كان متوفي. انا كده لميت العجينة، بس بقى حلتها بقى كده. يعني اي عجينة بتعمليها كده بتطرى اكتر وبتبقى حلوة، كل ما بتعجني فيها كل ما بتطلع حلوة معاكي. هتضايقنا. شيليها يا حبيبتي، شيليها يا ماما.
ما عنديش خلق. على رخامة بقى، على ترابيزة، على أي حاجة عندك، ولدتي بقى كده حوالي 10 دقايق بقى كده فيها، طلعي غلبك كله فيها، متغاظة من عيالك، من جوزك، من أي حد في الدنيا. اشتغلي كده، يلا طلعي الغل. انت بتقولي ايه يا كمالي؟ كده بقى انا خلصتها ولميتها، بقت ناعمة معايا، شايفين ناعمة ازاي؟ ما شاء الله، اللهم بارك يعني. انا بقى كده هغطيها بأي حاجة عندك، غطي إن شاء الله بكيس، افتحيه وحطيه عليها، وفوطة، وفي أي مكان دافي. ممكن تولعي الفرن 10 دقايق وتطفيه، وبعدين تدخليها الفرن وتسيبيها. ممكن أي مكان انت عارفة ان هو دافي عندك حطيها، حتى عارفة لو حطيتي فوقها غطا، أي غطا عندك، أي بطانية وحطيها فوقها هتخمر معاكي. أنا بصراحة ما خدتش مني تلت ساعة، تلت ساعة، نص ساعة بكتير يعني. انتي بقى على حسب المكان الدافي هتاخد منك قد ايه. اهي طبعا كنت حاطه فوقها حاجه تقيله فعشان كده اتبططت شويه. اهي نطلع بقى الهوا. عايزه اقول لكم ان العجينه كانت جميله قوي والله. ونجرب كل حاجه يا جماعه، مش لازم نقول احنا ما بنعرفش يعني، ما بلاش كلمه ما بنعرفش دي. اي عروسه جميله كده في بيتها، اي ست، اي بنت عايز تتعلم تتعلم. يعني جوزك بيحب ياكل من ايدك زي ما بيحب ياكل من ايد امه، بيحب ياكل من ايد مراته. روحي مطاعم وخرجي وتفسحي وكلوا بره وهاتوا دليفري، بس لازم ياكل من ايدك. يعني اكتر حاجة الراجل بيحبها انك ياكل من ايدك. وولادك، يعني عودي ولادك ان هم ياكلوا من ايديكي، هيحبوا اكلك اكتر من اكل اي حد في الدنيا، وربنا هيبارك في اي حاجة في البيت. وتعلمي، بوظي مرة واتنين وتلاتة، ما تتضايقيش وما تزعليش. انا وانا صغيرة كنت اما اعمل حاجة وتبوظ كنت اقعد اعيط، فماما كانت تضحك عليا الله يرحمها وتقولي لا ما تزعليش، لازم ما تتعلمي لازم الحاجة تبوظ منك مرة واتنين، جربي وما تيأسيش. فتعلمت ان انا لازم اجرب، وانا بحب الحاجات دي قوي. انا هنا بقى كورتهم وخلصتهم، هغطيهم واسيبها بقى ترتاح. كل ما العجينة بترتاح كل ما هتفرد معاكي وتبقى حلوة. رشيت دقيق في الصينية وحطيتهم، وهغطيها بفوطة. سبتها من 10 ل15 دقيقة كده. بصوا خمرت تاني كمان، شايفين حجمها اتضاعف اهو، خمرت تاني وارتاحت. بتاخدي بقى اول واحدة انت كورتيها وحطيتيها، بتاخدي بقى من اول واحدة وتفردي. بقول لكم ان انا منظماهم وعارفة كل واحدة عملتها امتى يعني. شوية دقيق بقى كده، وبالمردانة بتاعتك نشابة، وما تضغطيش، خلي ايدك خفيفة على العجينة، وافردي خدي كده من جوه لبره، ولا يهمنا برضه. على فكرة لما تيجي تخبزي مش شرط يعني ان انتي تلاقي كله طالع معاكي منفوخ، لا ممكن تطلع واحدة اتنين تلاتة، ما تنفخوش ان شاء الله يا رب، ما يتنفخش معاكي غير رغيفين تلاتة، ما تزعليش ولا تتضايقي. كل ما بتعملي كل ما هتطلعي احسن، كل مرة هتتعلمي احسن من المرة اللي قبلها. فما تتضايقيش وما تزعليش على اي حاجة. هتجيبي بقى قماشة أو فوطة أو ملاية، أي حاجة نظيفة عندك بتحطيها كده على صينية أو على حاجة، واللي تخلصيه وتفرديه بتحطيه عليها وتغطيه. اهو شايفين السمك بقى.
عجينة جميلة قوي في البيت يا جماعة والله. ربنا يرزقنا جميعا ان شاء الله. هعمل معاكم واحدة تانية بس ما كتريش، انا كترت دقيق قوي. ايه اللي انا بعمله ده؟ يعني تيها بتلزق في النشابة ولا حاجة، حطي شوية دقيق كده على الوش بتاعة الرغيف، وبرضو اعملي برضو عادي، مش هيجرى لها حاجة، اهي زي الفل. مش قادرة اقول لكم لما بنعجن في البيت وبنخبز بتبقى راحة نفسية عاملة ازاي يعني. والله ريحة الخبيز والعجين وانتي بتشتغلي اصلا بتبقي مرتاحة نفسيا. مرة ان شاء الله كده هنعمل مع بعض بقى العيش الاسمر بتاع الارياف، متعة جميل جدا جدا. انا ما عملتوش قبل كده بس اختي بتعرف يعني، فهستغلها مرة كده وخليها تعمله معانا. يعني انا فاضي بقى الدقيق كده من تحت، هوريكي السمك تاني اهو. هنا بقى معايا طاسة على البوتاجاز هسخنها قوي، بس للأسف هي طلعت الطاسة هغيرها دلوقتي لأنها طلعت صغيرة، والطاسة بتاعتي الكبيرة مش عارفة ولادي يعني ودوها فين، مش فاهمة. فجبت صينية وده أحسن طبعا، هتريحني أكتر. طبعا أول رغيف بنعمله يعني احنا وحظنا لأن بنت أختي كانت واقفة بتصور معايا، فيعني ظبطته وهي بتطلعه تديهولي بتناولهولي، فظبطت الدنيا يعني، فمش مشكلة. كده كده اول رغيف بيطلع ده ما بيقعدش يعني، ولادي بيبقوا واقفين لي عليه، بيحبوا ياكلوه سخن حاف. ده انا ولادي بيعشقوا العيش في البيت يعني، يحبوه قوي بالجبنه التركي وهو طالع سخن بالزيت يعني، جبنه بيضه بقى وخياره. انتوا عارفين طبعا ولادنا في الخيار يعني، عايزين غيط غيط خيار. ربنا يبارك فيهم ويهديهم يا رب. من هنا بقى يعني تحطيه اول ما يتشمع تقلبيه، يعني كل وش هتقلبيه ثواني وتقومي قلباه تاني. هو يا حبيبي كان نفسه يتنفخ. اه بصوا، نفخ من حتة واحدة. رينات ظبطته اهو الوش ده تاني. شايفين ابتدى يحمر اهو، بس احنا بنحبه كده على فكرة، فاتح ما بنحبوش يعني واخد لون قوي. بس انتي بقى عايزة تخليه محمر حمري، يعني سيبيه شوية على النار كده، هو ما بياخدش يعني الرغيف ما بيكملش دقيقة او يعني نص دقيقة. شايفين انا مطلعاه ابيض، انتي عايزة تحمري يعني كده قلبيه وسيبيه يحمر شوية. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خلوكوا دايما كده يا جماعة، واقفة بتغسلي مواعين، بتعملي أكل، بتغسلي، بتنشري، نازلة رايحة مشوار، بتعملي أي حاجة، خلي يومك كله عندك الورد ده، إن انتي تصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، تحوقلي، تستغفري. كل ده حلو قوي يا جماعة، بيغير والله بيغير حاجات كتير في حياتنا، بيخليها أحسن. وما تنسيش برضه إنك تدعي لأمواتنا وتترحمي عليهم، ادعوا لهم يا جماعة، محتاجين دعاء مننا كتير. طبعا الصينية دي معلش أنا آسفة نسيت أقول، أول ما بتحطيها على النار بتسيبيها لما تسخن قوي، أنا قلت في الطاسة صح، أنا قلت
تسيبيها لما تسخن قوي وبعدين تقومي حاطه العيش بتاعك. مش عارفه ليه طالع له كده بقليل كده. بصوا انا بوريكم، انا كنت ممكن اشيل ده في المونتاج على فكره، بس مش هيبقى فيه امانه، مش هيبقى فيه امانه. انا بوريكي بكل امانه ان هو طالع مني ما اتنفخش، ما فيهاش مشكله. يعني مش لازم ان هو كل العيش يتنفخ مني يعني. مش هناكله منفوخ والله. اهو اتنفخ اهو. بس انا مش عارفه التليفون كان ماله كل شويه يفصل لوحده، فمش عارفه. المهم ان هو ظهر لكم اهو يعني. على فكره انا لما بروح اشتري العيش دوت من الفرن باخده ابيض كده، اقول له لا اديوني ابيض، بحب اخده ابيض، محبوش احمر من فوق وناشف. معلش انا طولت معاكم الفيديو بس عشان اوريكم. اهو كده انا خلصت الكميه كلها، هم طلعوا حوالي 12 مش فاكره او 13 رغيف، مش فاكره بالظبط يعني. بس بصوا طري ازاي، والله كان طري جدا وريحته تحفه وطعمه تحفه. شايفين؟ ده طبعا من اللي اتنفخ كده، بصوا. ده لقيته اتقطع، مش مشكله. جربي ومش هتخسري حاجه. يعني ان شاء الله تعملي 3 كوبايات دقيق او 4 كوبايات هيبقى نص كيلو. ويا رب تجربي بطريقتي كده ان شاء الله ويطلع حلو معاكي وتدعي لي. يعني هتبقى حاجة نظيفة كده وانتي اللي عاملاها وعارفة ان مكوناتها كلها من البيت من عندك، فتبقي بتأكلي ولادك حاجة انتي مش قلقانة منها. وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب ان شاء الله. واعملي لولادك كل حاجة في البيت، اتعلمي، جربي. احنا عايشين عشان نجرب كل حاجة في الدنيا. واشوفكم الفيديو الجاي على خير باذن الله، وادعوا لي وما تنسوش اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.